صاحت ريحة البارود، يا هلا وطلت الاسود، الله ولبست العقال، الله ايش؟ الله ولبست العقال. وشوف هنا لازم نوقف. احنا مشكلتنا الشعب العربي انه ما احنا واعيين اللي جالس نشوفه. الله ولبست العقال، وهنا دلالية على التساوي والمقارنة والعياذ بالله. كيف تقول والله الله ولبست؟ يعني كيف تقارن هؤلاء الحثالة بمقدار الله عز وجل؟ طبعا عشان ما تفكر اني انا اتفلسف من عندي، نشوف حكم تقارن او انك تقارن الله عز وجل بشيء اخر. هذا الاغنيه كانت الله استغفر الله العظيم. انا ما اقول لكم شيء، ولكن نشوف حكم الشيخ الشيخ عثمان خميس ايش قال عن التقارن. لكن لا بأس الانسان يقول لولا الله ثم فلان. الحين المشكله يا انه يقول لولا الله وفلان، او ينسى الله ويقول لولا فلان. يعني الان عندنا الناس ثلاثه، اذا من يقول لولا الله ثم فلان هذا موحد، من يقول لولا فلان فقط هذا مشرك شرك أكبر، والثالث يقول لولا الله وفلان فهذا شرك أصغر، وهو أنه شرك بين الله وبين أحد مخلوقاته بغض النظر كما يقول بعض جعل من عباس. لو سمعتم بذنكم. طيب الآن بنتكلم. هو صاحب الأغنية واسمه معن برغوث، هو من مواليد، طبعا هو من فلسطين الله ينصرهم إن شاء الله، من محافظة بيت لحم. طبعا هو مواليده 81. معن برغوث نشر هاي الأغنية من 8 شهور، طبعا ما كان عندها أي تفاعل، ولكن نزل مسلسل جديد برمضان. هذا المسلسل كان له شعبية كبيرة جدا، ومن ضمن هذا المسلسل قام الشوفير بتشغيل هذه الأغنية اللي هي أثارت جدل في وسائل التواصل الاجتماعي. صاحت ريحة البارود، يا هلا وطلت الاسود، الله. بعد ما شغل الأغنية الآن هنا أصبح التفاعل، وصلت الأغنية وكأنها نازلة الأمس وصلت إلى 14 مليون مشاهدة. تخيل معي 14 مليون مشاهدة، 14 مليون شخص دخلوا إلى هاي الموسيقى أو هذه الأغنية وسمعوها. غير ذلك بشوفك التفاعل الكبير اللي حصلهم عليه، وهذا دليل التفاعل اللي شايفين قدامكم أنهم جايين من المسلسل أولاد بديع. طيب الآن هل من المعقول ان احنا نذهب الى شيء ما يسمى الشرك الاصغر؟ هو لا يخلد صاحبه في النار. تخيل معي الى كميه المساله يا اخوان. الناس متغافله عن هذه الاغنيه، واتمنى من كل شخص يدخل الى هذا الفيديو انه يشاركه عشان الناس توعى من هذا الموضوع ويكون عندهم فهم للمساله اللي هم سمعانينها. الاغنيه هي صح اغنيه، ولكن والعياذ بالله انت جالس يكون فيها شرك اصغر، مثل تقول الله وفلان، استغفر الله العظيم. هذا يعتبر شرك اصغر، وهذا طبعا يعتبر من الكبائر، ولكن لا يخلد صاحبه في النار. وهي لا تبطل الأعمال ولا تبقي صاحبها في النار، ولكن هي محرمة. طبعا هي ليست من كبائر الذنوب، ولكنها تأتي بمرتبة أشد من كبائر الذنوب. كيف تضع شريك مع الله عز وجل؟ أتمنى من كل شخص إذا كان يسمع الأغنية أو ناشرها أن يتقي الله عز وجل. وهذا الشرك لا أقول أنه الشرك الأكبر كما سمعنا الشيخ عثمان بن خميس، طبعا هذا يعتبر الشرك الأصغر، ولكن لا يخلد صاحبه في النار ولا يبطل أعماله، ولكن تعتبر محرمة يا إخوان. فانتبهوا لهذا الموضوع، وأي واحد ناشر هاي الأغنية فلينتبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل شخص يا أخوان، أتمنى من كل شخص ينشر هذا الفيديو على أكبر نطاق واسع عشان الناس تتوعى من هذا الموضوع، وأيضا تأخذ حذرها، لأنه والعياذ بالله نحن بصراحة صرنا مثل جيل، يعني هذا الشعب بقول لك إياها مثل الخرفان عزكم الله. كيف بتوجه لك لما تشوف لك قطيع كامل وتلقح بينهم يعني فيديو او شيء، كلها تبدا تعمل نفس النموذج، يعني عاملين فيها ترندات، هم لا يخافون الله عز وجل ولا يتقون الله ولا يخافون الاخره، همهم فقط دنياهم واموالهم. لذلك ركزوا شوي على هذا الموضوع، حتى ولو ما كنا يعني من الذين اقاموا شرع الله عز وجل، ولكن هذه فيها شرك لله عز وجل. يعني كيف تحط احد ند لله عز وجل؟ فاحذروا من هذه المسألة، واتمنى لكم التوفيق وربي يوفقكم. فيديو نزل صح متأخر، ولكن نبلغ، عسى الله أن ينفعنا نحن وإياكم، وعسى أن تكون صدقة جارية عني ونكم لكل شخص يشارك هذا الفيديو لكي يبلغ الناس ويعيهم من المشكلة المصيبة الكبرى التي جالسة تصير إلى الآن.